السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ يا ريت بس تقوم بجد والله تشوف اللي وراك وتعمله. يعني انا الكلام ده بقوله اولا لنفسي، وما تقولش إن انا عايز انام ومش عايز انام وكده، عشان انا اصلا فعلا بقالي كام يوم والله حتى كنت في خمول، الواحد عايز ينام. شبه بسبب الاحداث اللي بتشوفها في غزة او غير غزة. حتى انت كنفسيا تتعب ومش بتلاقي مجهود، او قصدي مش بتلاقي نتيجة رغم مجهودك وتعبك. او انت بقى عشان انت عايز تتجوز ومش عارف، حالتك المادية مش مظبوطة. والله كلنا كده، يعني ده اللي أنا لاحظته الفترة اللي فاتت، يعني من كلام مع اصحابي، من كلام حتى مع اهلي وكده. والناس يعني يعني الناس بجد اكتريتها محبط وعايز ينام، مش عايز يعمل حاجة، ما عندوش طاقة يعني، او مكسل تقريبا يعني. والله اعلم، بس انا اظن ان ده ليه علاقة كله بالنفسية والحاجات اللي بيشوفها وكده، دي بتأثر عليه. عشان كده على قدر الامكان قوم واعمل اي حاجه بسيطه. انا دلوقتي والله المفروض اصور الفيديو ده وكده، وايه عايز اخلصه عشان برضه هنزله واعمل لكم كده. بس انا اصلا عايز انام، يعني انا عايز انام والله. وبنام نوم اللي هو يعني مش مكفيني، يعني 7 ساعات يا دوبك كنت بروح اصلي وبيكفي. المهم عشان مش هطول عليك، الافاده اللي تطلع منها قوم بس وتوكل على ربنا، وان شاء الله باذن الله. يعني والله هو اكيد هيعينك، اكيد هيعينك ويوفقك. بس انت قوم واعمل حاجه، قوم اعمل اي حاجه واتحرك، وده هديه. وافتكر ان ربنا في ظهرك، وما تحملش هم وما تقلقش، وربنا معاك. وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما تطلع. الى اللقاء، وربنا معاك ويوفقك.